العصابة متناثرة كالأكوام. يهم الضباط باعتقاله، لكن قائدهم يتعرف عليه فورا ويصرخ بأن يتراجعوا فوره ويدعوه وشأنه. ولا يزال ذلك الفتى الذي هزت قضية البلاد قبل سنوات، وأي تصرف ضده سوف يثير غضب الصحافة والرأي العام. اليوم التالي يتجادل يون هيوك وتشانو مجددا. قد مضى يومان دون أخبار عن البلطجية، لكن فجأة يتلقى تشانو مكالمة ليجتمع مع بقية المجموعة، خصوصا أن العضوين الناقصان قد عادا أخيرا من اليابان، وهما سويون زعيم المعتدين والفتاة الأخرى ابنة الرئيس. يطلبون من أحد أعضاء المجموعة والذي كان الأشقر أن يزودهم بموقع سيون، وفور حصولهم عليه يرسلوا رسالة إلى رجال الياكوزا يخبرونهم بأن ساعة واحدة تكفيهم لقتله. يذهل المعتدون من ثقة اليابانيين ويرتاحون في انتظار النهاية. تنتقل الأحداث إلى رجال الياكوزا الذين يتجهون نحو سيون، يصلون إلى بابه ويلاحظون بقع الدم على الجدران. يتمتم أحدهم بأن لا ينبغي أن نستهين بهذا. يرد زميل أضخم: أشعر أن هناك وحشا كامنا هنا. لكن الثاني لا يكترث ويبدأ في الاستعداد للدخول، إلى أنه لم يلمس مقبض الباب بعد حتى يخرج سيون من الداخل ويقذف إلى الأمام بعنف. يرى البلطجي الآخر ما قد حدث فيسارع بإطلاق قوة لكمة في وجه سيون، لكن اللكمة لا تستطيع حتى تحريكه من مكانه، بل ويرد سيون بضربة قوية تسحق خصمه في الأرض. في هذه الأثناء يتلقى أحد أفراد الياكوزا الذي كان مع المعتدين مكالمة هاتفية، ومن على الطرف الآخر هو سيون نفسه. يسمع سيون صرخة رفيقه المحتضر ثم يسأل بهدوء أين مكان بقية المجموعة. فمن شدة الرعب ينهي الياباني المكالمة فورا، لكن سيون يرى بأن الضربة لم تفقد الأشقر وعيه تماما، فيجبر على أن يقود إلى مكان زملائه. وفي الوقت نفسه يتلقى الياباني الآخر الذي ما زال مع المعتدين الخبر، يبادر فورا بإبلاغ البقية. المهمة قد فشلت وعليهم الرحيل فورا، فبقاؤهم هنا يعني موتهم. ولم يكد ينهي الكلمة حتى يسمعون صرخة من الخارج، ويتضح بأنها صرخة سيون وقد وصل إلى البناية. يغمر الذعر المجموعة، وحين يلاحظون وجود 3 سلالم تؤدي إلى الخارج يقررون الافتراق. يون هيوك وسوي هيون والياكوزا يسلكون طريقا، بينما يأخذ الباقون طريقا آخر. يغضب تشان بشدة إذ كان يرى أن عليهم البقاء معا، لكن أحدا لم يكترث لكلامه، ويتقدمون في كل اتجاه وهم يعلمون جيدا أن أحدهم سوف يصطدم بسيون، وبالفعل يحالفها الحظ العاثر، فتشان هو من يصطدم بسيون شخصيا. بينما تمكن الآخرون من الوصول إلى المخرج حيث ينتظرون قوات الشرطة التي سابقا أبلغت بالحادث. يفيق تشان ليجد يديه ورجليه مقيدتان. يحدق في سيون لكنه لا يتعرف عليه في البداية، فيساعد سيون بتبكيره. يصدم الأشقر حين يدرك أن ذلك الفتى النحيل الذي اعتاد إذلاله قد تحول إلى وحش لا يقهر. وفي الأثناء تصل وسائل الإعلام إلى المكان وتصف الحدث على أن عملية اختطاف، كما يحيط بسيون فريق خاص من الشرطة ويسألونه ما اسمك ولماذا تفعل هذا. يأخذ سيون وقتا ثم يبدأ ببطء في سحب سيفه ويوجه نحو تشان، ويصرخ بصوت يخترق السكون. قبل 3 سنوات اشتعلت نار في وسط المدينة واحترق فيها 2 يبحثان عن العدالة. أولئك الإثنان لم يكونا سوى والديه. بمجرد أن يسمع الحاضرون هذه الكلمات يتعرفون عليه فورا. ينتشر الرعب في وجوههم، فقد بات واضحا ما الذي سوف يحدث بعد لحظات. والأمر أكثر إثارة للرعب أن المشهد يبث مباشر على الهواء ويشاهد كل مواطني البلاد حتى والد المعتدين أنفسهم. يصرخ المفاوض من الشرطة في ذعر: ما هي المطالب الخاصة